بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السماء في عليائها تقول سبحان من رفعني بقدرته، والأرض تقول سبحان من وضعني بعزته، والأنهار تقول سبحان من أجراني برحمته، والإنسان يقول سبحان من سخر لي كل شيء في ملكه وأدخلني جنته. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أقربا، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تعفو وتغفر تقربا وتعطفا، فإن تغفر لمتذنب بذنوبه ظلوم غشوم لا يفارق مأثما، وإن تنتقم مني فلست بيائس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم، عسى من له الإحسان أن يغفر ذلتي ويرحم أوزاري وكل ما تقدم. وأصلي وأسلم على سيد الخلق حبيب الحق صاحب سفينة الصبر صفينة النجاة التي من تعلق بها نجا، شعارها إن الله مع الصابرين. استمعنا وإياكم إلى آيات كريمات بينات من آخر سورة النحل وبداية سورة الإسراء. أمر مرور الكرام على آية من النحل اختتم بها القارئ الكريم بصوت حسن وقراءة متقنة. قال في رسالة أرسلها الله لحبيبه ومصطفاه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم جاءت المفاجأة وجاءت الجائزة، جائزة الصبر، جائزة الصبر التي بالصبر تبلغ ما تريد، وبها يلين لك الحديث. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منين؟ ما ترد على الشيخ كده منين؟ هو كان في مسجد حرام يا اخوانا؟ ما كانش في مسجد حرام، ده كان بيت حرام ومليان أصنام ومطلعين روح المسلمين والمؤمنين ومزهقين سيدنا النبي ومش سايبينه في حاله وعمالين يأذوا فيه. إلى إيه يا عم الشيخ؟ إلى المسجد الإيه؟ هو كان في مسجد أقصى؟ ده كان بيت المقدس. أمال هو في إيه؟ ستعلم أيها الإنسان أن ما يأتي في القرآن من رب العباد الديان على رسوله الذي اكتملت فيه صفات كل إنسان وعلى فوق كل إنسان، بل وصار إماما لكل إنسان، أن في القرآن النصر والبيان.
لكنك تنسى أيها الإنسان ستعودون كما خرجتم من البيت المقدس أو المسجد الأقصى لو أنكم توحدتم واعتصمتم وتوكلتم وتمسكتم، ستعودون وتعود القرة عليهم، وسيخرجون أبناء القردة والخنازير. ما فرحتهم؟ أيفرحون بقتل امرأة أو طفل أو شيخ؟ سنظهر لكم العلامات. سلة صغيرة من مجاهدين وقفوا أمام أقوى القوى في العالم ومن يمدهم. لماذا؟ لأن أطفالنا أسود. ألم تشاهدوا في التلفزيون طفلا حافي القدمين لا يجد كسرة الخبز ولا شربة الماء، يمسك حجرا في يديه ويقف أمام دبابة ويقذفها بحجر هانت عليه حياته، لأنه علم أنك إن أقبلت على الموت توهب لك الحياة. إنها أمة المصطفى، إنها أمة المجتبى الذي قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم يطوف بنا القارئ الكريم إلى أن يأتي إلى نهاية كل إنسان. وأقول الحقيقة، ما هذه الحياة التي تشغلنا؟ زعلان من أخوك، زعلان من خالك، زعلان من عمك، زعلان من جارك، بيضحك عليك في شوية فلوس، دي خد منك حتة أرض زيادة وفاكر إن هو ناصر، دوت شتم عليك في ظهرك، دي أذاك في مش عارف الشارع اللي أنت قاعد فيه، دي بيستقوى عليك. ده أنت مش ناصح خالص. ده بيسأل كده القرآن والقرآن يجاوب. هي إيه الحياة الدنيا يا عم الشيخ؟ ده قال لك الحياة الدنيا يا عم الشيخ عبد النبي، خليك معايا استد معايا. لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأبناء. خلي بالك. طب إيه الحياة الدنيا يا عم الشيخ؟ متاع قليل. إيه الحياة الدنيا يا عم الشيخ؟ متاع الغرور. إيه اللي بيحصل ده؟ هي دي الحياة الدنيا؟ قال لك ده دنيا من الذنوب، إما أنها دنية ملاش لازمة، وإما أن وقتها قصير اقترب للناس حسابه. ما صلى على سيدنا النبي. ولذلك قال لك بقى اعمل اللي انت عايزه. الشيخ لسه ناهي بآيتين خلصوا كل حاجة، بس احنا بنسمع وبنتكلم مع اللي جنبنا، بنسمع ونولع الصغارة، بنسمع وجايين هنا نتكيف نشرب قهوة، اسمع واتعظ. الشيخ بيقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. بعدها على طول قال وكل إنسان ألزمناه إيه؟ خلي بالك، لو فكرت في الآية دي والله ما انت نايم، حتى لو كنت مقطع السجادة من الصلاة. اسمع كده، وكل إنسان أدام جه الكاف واللام يا اخوانا، وعايزين نتعلم الحته دي. المناطق او الفلاسفه قالوا ان كل قضيه تتصدر بحرفين، الكاف واللام لا يستثنى من جنسها احد. لا يستثنى من جنسها ايه؟ قال لك وكل انسان، يبقى كل انسان الا من ادم الى ان يرث الله الارض من عليها، كل من عليها فان، يبقى كل اللي عليها خلاص راح، كل شيء هالك الا وجهه، خلاص مفيش، ما حدش هيستثنى. قال لك وكل انسان الزمناه طائره فين؟ في عنقه. اشمعنى في عنقه يا اخوان؟ عشان الحاجه الوحشه احنا كنا بنخبيها ونداريها ونيجي قدام الناس نضحك ونهزر، وانا داني ما ادي كل واحد حقه، ده ما حدش له عندي حاجه. ازاي مين اللي قال لك الكلام ده؟ كذاب وتداري وتزوق وتجمل وتعمل نفسك قدام الناس وانت ما انتش عارف ان ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت ما انتش عارف ان ربنا بيقول ايه؟ خمسك وعدلك، هو اللي خلقك. أن يعلموا خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هو اللي قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أنت هتروح فين؟ بتضحك على اللي خلقك؟ قال لك طب أنا بقى أخلي الحاجة اللي أنت بتداريها متعلقة في رقبتك. أهي عشان كل الناس إيه؟ تبص لك تلاقيها متعلقة، مش أنت كنت بتخبي يا حلو؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بس كده؟ قال لك لا، ونخرج له الفضيحة الكبرى، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ايه؟ منشور. وفي اخر الايه بتاعت وما كنا معذبين حتى ايه؟ هنربط بقى هي كلمتين، هنربط بين دي ودي ربط جميل قوي. ربنا قال وما كنا معذبين حتى ايه؟ نبعث رسولا. في واحد فهلاوي الناس يوم القيامه يا جماعه كلنا على بعض كده هنحشر. واحد يفكر ومخه يشتغل، المشاهد دي بتضحك علينا ليه؟ بقى كل ده احنا في دار المناسبات لو في زحمت شويه ما بنطقش بعض. احنا يوم القيامه هنحشر كلنا، الصيني والهندي والياباني والباكستاني والفرنساوي والامريكاني والبتاع، حتى اليهودي والمسيحي كل دول. قال لك طب هيتحشروا ازاي؟ اقول لك ده ربنا عامل لك في كل سنه حشر اصغر، بس انت ما بتاخدش بالك وبتروح له بمزاجك وبتبيع اللي حيلتك عشان تروح. فين الحق؟ حد يتوقع ان الناس في العالم كله فاجعل افئده من الناس تهوي اليه، تروح على جبل عرفات في وقت واحد، في يوم واحد، في ساعه واحده، بلبس واحد، بنداء واحد، بصلاه واحده، بدعاء واحد، بقصر واحد، لا يخرجوا كلهم على طول من عرفات في وقت واحد بعد اذان المغرب. كل افعالهم متوحده، بيصلوا قصر، يلموا الحصى في وقت واحد، يروحوا المزدلفه في وقت واحد، يخشوا على منى في وقت واحد. ايه اللي بيحصل ده؟ قال لك ده انت رايح بمزاجك، اللي عنده جاموسه بقى، اللي عنده حته الارض بقى، ورايح وبيزغرط وبيسقف والناس تزمر وهو لابس لبس الاحرام مع انه كفن وهو مش واخد باله. ده انت بتقول له يا رب انا خرجت من الدنيا ولبست الكفن بمزاجي قبل ما يكرموني ويلبسوني الكفن. هو لبس الاحرام ده يا عم الشعب ده فكروا كده؟ ده كفن. انت بتلبس بنفسك الكفن. وراح عامل لك مفارقه عجيبه عشان بس ما حدش يقول فلان مات صغير، فلان مات كبير، فلان كان لسه صاحي قدامي، فلان ما فيش الكلام ده. لكل انسان اجل، اذا جاء اجلهم لا ولا خلص الكلام، لا يقدم ولا يأخر. ما صلوا على سيدنا النبي. لذلك قال لك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. مش هنجيب لك ترجمان ولا نجيب لك محامي ولا نجيب لك مستشار ولا نجيب لك عضو مجلس الشعب ولا عضو مجلس الشورى ولا نجيب لك حد قاضي ولا نجيب لك كبير عيله ولا نجيب لك مجلس عرفي ولا نجيب لك ناس من العرب تحكم مش عارف عربي. لا، انت هتبقى بره بتقرا كل اللغات، ما بعرفش اقرا بشيء، هتقرا غصب عنك. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ طب الناس يوم القيامه هيبقوا 3 اصناف. كم صنف؟ ما تقولوا لان هتلاقي نفسك واحد من 3 وانا هلاقي واحد نفس ال3. اتدرب بقى وتعلم، خد درس خصوصي من غير فلوس اهو. اول صنف حسناتهم وسيئاتهم زي بعض، صح يا شيخ محمد؟ دول ياخدوا جنب هنا ويقعدوا ساكتين معززين مكرمين، اسمهم ايه؟ اصحاب الاعراف. حتى في سوره كامله اسمها سوره الاعراف. انت حسناتك قد سيئاتك حلوه، ما تتكلمش، تعالى على جنب. طب وبعدين تعالى انت اوزن ده حسناته اكتر، خليه على جنب، ده سيئاته اكتر، خليه على جنب. اللي سيئاته اكتر وحسناته اكتر لهم شغل تاني. اول واحد يخش عليك بتاع السيئات الكتيره، شتم ده وسب ده وكلم ده وخطف عرض ده وقال لك مفيش حد يا دنيا هدي، مفيش هدي. يجي يوم القيامه فهلاوي بقى في الدنيا لسه هيفتح بقه يلاقي الكتاب بتاعه جاله، يحاول ياخده باليمين
ايده اليمين ما بتتحركش، ايده الشمال هي بس اللي مسموح لها تمسك. يا شيخ هو ايه كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الكتاب لزق في ايده، فتح الكتاب لقى سواد. هو كده ربنا بيقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتح الكتاب، عمل وعمل وعمل وعمل، يروح حاطط ايده على دماغه ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يروح يصوت ويصرخ يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هيسكت؟ لسانه طويل قد كده في الدنيا، يقلب الحق باطل ويعيش تسودا. يقول له يا رب، يقول له عايز ايه؟ يقول له كيف تحاسبني ولم ترسل لي انذار. شو كان بيقول وما كنا معذبين ايه حتى نبعث رسول؟ كيف تحاسبني ولم ترسل لي انذار؟ فيقول الله له كذبت، لقد جاءك الانذار تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، فلو كنت من المصلين لقرأت في صلاتك مالك يوم الدين ألم تعلم أني أنا المالك فهذا يوم الدين وأنا مالكه. يقول له طب ما انت بعتليش رسول، هو ما كنا معذبين حتى نبعثه؟ يقول له كذبت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هيروح فين؟ هيزوغ مش هيعرف، يدفع قرشين ويخلع مش هيعرف، هيجيب ناس تسلكه ومش هيعرف. طب يعمل ايه؟ يقول له يا رب انت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين ورب العالمين، عايز ايه؟ رجعني الدنيا لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يقول له لا ده كلمة انت بتقولها بس، لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. الحب يا ملائكتي خذوه وبالسلاسل قيدوه ومن غسلين اسقوه ومن شجرة الزقوم أطعموه وفي أسفل سافلين من النار ألقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. مع السلامة أنت واللي زيك. فجأة نلاقي المحكمة نورت والكهارب بقى، الكهارب ازاي بتاعتنا دي؟ يقول لك لمضه ليد نجيبها 5 ايام ويقول لك معاها ضمان سنه تخلص. ايه حكايه اللمضه دي؟ لا ده لمض ربانيه بقى، لا في كهرباء بتقطع ولا اي حاجه رباني كده. تلاقي ايديك بتنور، قرطك بتنور، رجليك بتنور، كعانك بتنور. قال ايه يا عم الشيخ؟ سيدنا النبي قال كده غرز محجلين من اثار الايه؟ الوضوء. انت عمال تشحن، كل ما تتوضى تشحن كهرباء، اشحن كهرباء ربانيه. طب وبعدين الدنيا نورت، لسه هتفتح بقك الكتاب يروح نازل في ايدك اليمين. اول ما الكتاب يلزق في ايدك اليمين تلاقي نفسك بالزغر وتفرح وتقول يا تعالوا يا جماعه الحقوني. ايه الحكايه في ايه؟ اول ما تمسك الكتاب هتقول هاؤم اقرءوا كتابي، تعالوا باركوني اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه. فين؟ في جنه عاليه. ايه اللي بيحصل؟ قطوفها دانيه، مش هتتعب ولا هي عماله. عايز اكل عنب هيروح مدلل لك قطف العنب، عايز اكل موز هيتقشر ويجي لك، والله لو عايز تاكل فسيخ هيجي لك فسيخ، بس مش زي التعب. مش هتجيله، ما فيش هناك بقى حمى والكلام ده، لا كل حاجه عايزها. فيها ما لا عين رأت ولا اذن ايه ولا خطر على قلب ايه. طيب قبل ما يفتح بقه فرحان قوي مبسوط، يلاقي ربنا يقول ايه؟ يا ملائكة احملوه وعلى الأعناق ضعوه وعلى أسرة الجنان أجلسوه ومن حورها زوجوه ومن أنهار الجنة فاسقوه ومن أقوى
حضر بمنزل مني فقربوه إنه كان يؤمن بالله العظيم. إخوة الإسلام والإيمان، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، إذا سرك زمن ساءتك أزمان، سب في ربك وتوكل على ربك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. كل لحظة انت فيها ربنا مطلع عليك. وعايزك تعرف 3 حاجات: أن للكون إله هو صاحب التصرف. 2 مهما ضاقت بك السبل وانسدت في وجهك الطرقات وتكالب عليك كلاب الناس فقل يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والثالثة سيدنا النبي ادانا وعد مهما عمل ومهما حصل. سيدنا النبي ادانا وعد سينطق الحجر والشجر. حفظ ابنك، حفظ بنتك، ما يضحكوش عليك. ينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم ورائي يهودي فتعال فاقتله. مصر المؤمنة، مصر الآمنة، مصر التي تجلى الله على أرضها وسعى إلى أرضها أنبياء الله ورسله. مصر التي وصى بها رسول الله هي في ضمان الله وفي أمان الله وفي حفظ الله، وستظل مصر رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. من ماتت الحاجة أم محمد تبقى بنت خالتي وبنت عمتي. ازاي الشرح يطول؟ ماشي؟ بنت خالتي وبنت عمتي. بنت خالتي من لمة امي وبنت عمتي من لمة ابويا. عشان ايه؟ عمة ابويا تبقى ستين. صلوا على سيدنا النبي. وتبقى اختي. مش احنا متربيين كلنا مع بعض في بيت واحد. واشهد الله ان هذا البيت بتاع المرحوم عم الحاج حسين عثمان عبد الحفيظ الرجل رحمه الله، والزوجة خالته عثمان رحمه الله، والبنات ربنا يحفظ الباقيين ويرحم المتوفى، والابن الواحد، كلهم نشهد لهم بالخير، لم نرى منهم سوءا قط. هؤلاء يحافظن على الصلاة، هؤلاء يجبرن الخواطر. والمرحومة بالذات كانت طيبة القلب محبة لزوجها ولأولادها طائعة لزوجها وزوجها يشهد بذلك. كانت تتفانى من أجل أولادها. كانت نعم المرأة الصالحة، وهي قبضت في لحظات وكأن الله يريد أن يعجل لها إن شاء الله بالجنة. وهذا ما نتمناه من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله لأدبها وصبرها وعبادتها وتربيتها لأولادها وطاعتها لزوجها وطاعتها لأبيها وأمها أن يغفر لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها، عافها واعف عنها، نور قبرها بنور القرآن، نور قبرها بنور الإيمان. شفع فيها النبي العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اقطع لها من حرير الجنة ثيابها، من الرحيق المختوم يا ربنا شرابها. روحها بروح وريحان، برضا ورضوان، بنور وإيمان، برب راض غير غضبان. أدخلها الجنة بسلام وأمان، أدخلها الجنة يا رحمن، أدخلها الجنة يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرها مقعدها في الجنة، اللهم افتح لها بابا في قبرها إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم لقنها حجتها ويملك كتابها ويسر
حسابها ونور قبرها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها، وبارك في زوجها وأولادها وإخوانها وأخواتها، وبارك لنا في حياتنا جميعا. كما نسألك يا ربنا أن تغفر لآبائنا ولأمهاتنا، اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا. اللهم إنا نسألك أن ترحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر أهل فلسطين، وانصر أهل فلسطين على اليهود الملاعين، وانصر أهل مصر يا رب العالمين، ووفقهم دائما إلى الخير يا رب العالمين، ورد عن مصرنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.